أقبل إلى القرآن، أقبل أخ الإيمان، قد جاء موسم خير، قد جاءنا رمضان، الروح والريحان. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن في المجلس 14 من مجالس برنامج الروح والريحان. أيها المستمعون الكرام، اعلموا أن أبواب الخير كثيرة في هذا الشهر المبارك، صيام وقيام، وصلة للأرحام، وكفالة للأيتام، وصدقة وبر وإحسان، وعيادة للمرضى، وتلاوة للقرآن، وإطعام للمساكين. فتفقدوا يا عباد الله حال إخوانكم المسلمين، وأعينوهم على أمور دينهم ودنياهم، وتلطفوا في ذلك، فإن منهم من قال الله فيهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. أقبل إلى القرآن، أقبل أخ الإيمان، قد جاء موسم خير، قد جاءنا رمضان.